ازاي نعمل فيسبوك بيكسل عشان نشغل حملة كونفرجن؟ ده اللي احنا هنعرفه في فيديو النهاردة. معكم مصطفى محمد علي من ايكوم. مبدئيا دي الداشبورد بتاعتنا والادز مانجر اللي احنا متعودين عليها. طيب انا عايز اكريت بيكسل عشان اطلع كامبين كونفرجن. من الثلاث شروط اللي هنا بتاعت اول تولز هبدأ اختار منها الايفنت مانجر. بعد ما ادخل على الايفنت مانجر هبدأ اكريت او ادوس على العلامة بتاعت الزائد دي كونكتد داتا سورس، واقول له لا انا عايز اكونكت بويب سايت، وادوس على كونكت. بيقول لي سمي الداتا اسيت دي او البيكسلز دي، فانا هسميها تيست K007 مثلا، وبعد كده بدوس كرييت. فبيقول لي انت عندك ويب سايت ولا ما عندكش؟ في الحقيقه انا عندي ويب سايت فبحطه، سوري. فبيقول لي انت عندك ويب سايت ولا ما عندكش؟ فاكيد انا عندي ويب سايت ان شاء الله. فبجيب الرابط من هنا واحطه هنا واقول له تشيك، فقال لي تمام، دوس نيكست. فبيقول لي هتسطبها بنفسك ولا انت عايز مساعدة؟ لا يا سيدي هسطبها بنفسي، نيكست. واحنا لو خدنا بالنا هنلاقي ان الكود بتاعها اصلا اهو موجود، وده اللي انا محتاجه اصلا. بس خليني اشرح برضو ايه الفكرة اللي هنا. هنا هو دلوقتي بيقول لي ان انت عندك حاجة اسمها ميتا بيكسل اند كونفرجن اي بي اي، وعندك حاجة اسمها ميتا بيكسل اولد. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم هو ابديت اي او اس 14. اي او اس 14 قبل بمعنى صح لما جت تعمل ابديت في الفيرجن ده، قالت لك انا مش هخلي حد ياخد اي داتا من البراوزر بتاع اليوزر بتاعي. فده طبعا اثر على الادز بلاتفورم زي الفيسبوك، انستجرام، تيك توك، سناب شات، ايا كان البلاتفورم اللي عندها اعلانات، فمش هتقدر تاخد داتا من اليوزر بتاع الابل او بتاع الايفون. فالحل كان ايه؟ الحل كان ان هم يلجأوا للسيرفر بتاع الادفرتايزر نفسه. يعني انا الويب سايت بتاعي مثلا اللي اسمه اكس محطوط على السيرفر الفلاني، وانا بعمل اعلان في ميتا، فبيبدأ ياخد الداتا بتاعتي اللي هو محتاجها، بياخدها من السيرفر بتاعي انا كادفرتايزر، مش من البراوزر بتاع اليوزر. فاللي هو ده كان الرد من ميتا على الاي او اس. فاصبح عندنا دلوقتي حاجه اسمها ميتا بيكسل اند كونفرجن اي بي اي والميتا بيكسل اونلي. الميتا بيكسل اونلي طبعا هيواجه مشكله وصعوبه مع الناس اللي بتدخل من الاي او اس. بس خليني اقول لك في وضعنا احنا يعني احنا يعني هو هيفرق طبعا اكيد في النتائج ان انت تكون مسجل كونفرجن اي بي اي، بس الستبس كتيره واحنا مش محتاجينها قوي. بالاخص خلينا بصراحه شغلنا نوعا ما يعني هيت اند ران، فالدنيا فيه الطف من يعني او اسرع من ان انا اروح اعمل ميتا بيكسل اي بي اي. هي هنعمل فيديو ليها مخصوص ان احنا نربط ازاي الميتا بيكسل كونفرجن اي بي اي. موضوع سهل مش صعب، بس خلينا دلوقتي في الفيديو ده ناخد ابسط الامور اللي انت تقدر تبدا بيها عشان تكري البيكسل. تمام، انا مش عايز اعقدها عليك، وهو الموضوع ما فيهوش تعقيد ان شاء الله. طيب، فنيجي على الميتا بيكسل اونلي ونقول له احنا عايزين ميتا بيكسل اونلي. وباي ذا واي هو عاطيني الكود هنا، وده الكود اللي انا لو انا شغال يو كان او شغال ايزي اوردر مش هحتاج غير الرقم ده. تمام، فانا حتى ممكن اقفل على كده وخلاص، انا خدت الكود اللي انا عايزه من هنا او من هنا. بس لا، خلينا نكمل. هدوس نيكست، فهيجي يقول لي طيب انت لو انت محتاج بارتنر، بص على البارتنرز كده. هو يقصد مين بالبارتنرز؟ يقصد الووكوميرس، يقصد الشوبيفاي، الجملة، الحاجات اللي ليها بارتنرشيب مع الفيسبوك. فمن هنا تقدر تسطبها بكليكايه واحده، او تاخد الكود انت تسطبه. فالطبيعه البيزك العاديه المانوال ان انا اخد الكود اسطبه. فبعد كده بقول له كوبي كود، وبعد كده بقول له كونتينيو. خلاص، هو انا كده كبيرت الكود ده كله على بعض. كونتينيو هنا، وبفتح الاوتوماتيك ماتشنج. هفتحها كلها يا عم. تمام، وادوس كونتينيو. بس هو لو رحت وبعد كده بقول له جو تو بيكسل اوفر فيو، هو بيعلق بقاله فتره في الحته دي، فعموما انا مش محتاج اكتر من كده. هو انا اوريدي كده الكود انا واخده كله صح. طيب، فهنرجع تاني هنا نروح على يو كان مثلا على سبيل المثال. هنخش على السيتنج اهو. في السيتنج في حاجه اسمها اونلاين. من الاونلاين هنزل تحت شويه هلاقي الفيسبوك. لو دوست كده بيست، فهو هيكبير لي الكود كله. انت متخيل؟ لا طبعا. ولو خدنا بالنا ان البيكسلز اللي موجوده في الفيسبوك هي او اللي موجوده في السيتنج بتاعت يوكان هي عباره عن ارقام بس. فالرقم اللي موجود هنا هو ده اللي احنا هنشتغل بيه، ده كده. تمام، لو عشان نتاكد ان هو ده اخره 187. تمام، هقول له 355
واخره 187، اوله 355 واخره 187، فهو ده تمام مظبوط. فانا هدوس كده اشيل الكلام ده كله. وانا خدت كوبي ولا لا؟ انا ما خدتوش كوبي تقريبا، فممكن اخد كوبي من هنا برضو اضمن. كوبي، واقوم جاي دايس كده واعمل اد ودايس سيف. انا كده سطبت فيسبوك بيكسل عندي على الستور. تمام. طيب خلينا نشيل البيكسل ده، ان انا عارف ده بتاع ايه. المهم اصبح عندي 2 بيكسلز رايت ناو. فهنبدأ نخش على الستور عندي بالشكل ده كده. لو خدت بالي هلاقي ان في اكستنشن انا منزلها هنا اسمها فيسبوك بيكسل هيلبر، تقدر تنزلها من كروم. تمام. طيب هتلاقي اللينكات والسورسز اللي انا اتكلمت فيها موجوده في الديسكربشن. طيب هنا لو خدت بالي هيقول لي ان انا شفت 2 بيكسلز، بيكسل اخره 620 وبيكسل اخره 187. تعال نشوف كده، بيكسل اخره 620 وبيكسل اخره 187. طيب وانا قريت في البيج دي انها حصل ايفنت اسمه بيج فيو. طيب خلينا نخش على اي برودكت كده ونشوف الايفنت اللي هيقراه في المره الجايه دي هيكون اسمه ايه، عشان نتاكد انه بيقرا الايفنتات صح. انا لقيت 2 بيكسلز وقريت ان في ايفنت حصل اسمه فيو كونتنت، وفي ايفنت تاني اسمه فيو كونتنت، فالبيكسلين قروا نفس الايفنت بطريقه مظبوطه. طيب الاسم بالكامل، فخلينا نكتب مثلا اي اسم. رقم التليفون خلينا نحط رقم التليفون ده، وندوس ونحط اي حاجه ونعمل اوردر. كاننا هنعمل اوردر، احنا نتاكد بس ان البيكسل شغال ولا لا. تمام كده، انا المفروض كده وصلت للثانك يو بيج. فهنا ببص على ايه، لقيته بيقول لي ان في ايفنت حصل اسمه بروتشيس، في ايفنت حصل اسمه بروتشيس. انا ما عرفتلوش اي ايفنت من الايفنتات اللي هو قراها دي، هو قراها اوتوماتيك. وعشان نتاكد برضو بطريقه تانية، دي طريقه للتاكد ان الايفنتات شغاله تمام، ان انا اروح اعمل حاجه اسمها تيست ايفنت. فيقول لي طيب انت هتست ايه، هقول له الويب سايت مش السيرفر، لان السيرفر دي بتاعت الكونفرجن اي بي اي. طب حط لي الرابط، هحط له رابط الويب سايت اهو. انا كل ده بس باكد لك ان البيكسل بيقرا صح. اوكي. طيب في ايزي اوردر يا مصطفى، انت هتعمل ايه لو انت شغال بايزي اوردر؟ نفس اللي انت عملته بالظبط، هتاخد الرقم ده هتحطه في المكان بتاع ايزي اوردر. تمام. وبرضه هيقرا لوحده. اوبن ويب سايت. فانا كده اوريدي اهو، المفروض ان انا جوه. هو قرا ان في بيج فيو. لو فكرنا نشتري حاجه مثلا، نشتري دي. خلينا نشوف هو قرا ايه كده. اخر حاجه قاريها الفيو كونتنت، وبالفعل انا جوه هنا في فيو كونتنت. وبعد كده هنا بقول له اسمي بالكامل اهو، ورقم تليفوني اهو، وادي العنوان، واطلب الان. هنشوف هيقرا البروتشيس ولا مش هيقراها. يقول لي في بروتشيس حصل بالفعل. فالايفنتات كده بتقرا بشكل تمام، يعني هو قرا من اول البيج فيو. بعد كده لما دخلت على صفحه المنتج قرا ان حصل تو ايفنت، بيج فيو وفيو كونتنت. وبعد كده لما دخلت على الصفحه بتاعت ثانك يو بيج قرا ان في بروتشيس حصل وبيج فيو حصل. فده كده معناه ان الايفنتات شغاله سليمه، تقدر تشغل حدتك وانت مطمن. اتمنى تكون استفدت من الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.